بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هعمل لكم تتبيلة سمك جميلة جدا، السمك البلطي اللي انتم شايفينه ده بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. بس في البداية كده ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناة عشان ينزلك أي فيديو أنا بعمله من الفيديوهات الحلوة بتاعتي. عملت معايا رز صيادية بطريقة جميلة جدا. الرز الفيديو بتاعه نزلته قبل ده، فادخلي وشوفيه عشان تشوفي طريقة الرز الجميل ده، بسيط جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البداية كده بهارات معايا، شطة وكمون وملح وشوية كركم عشان يدي لون حلو كده للتتبيلة، وراس توم كبيرة كده وطماطماية وقرنين فلفل واتنين ليمونة قشرتهم وشلت القشر بتاعهم، وهقطعهم كده وكله في بعضه كده هضربه في الخلاط عشان انا عاوزة التتبيلة بتاعتي تبقى مفرومة ناعم خالص، تبقى زي كده الصوص، تبقى زي الصوص سائلة كده. هاخد بقى من الراس الكبيرة دي شوية كده حلوين من التوم، ومع الطماطماية مع الليمونة مع الفلفل ومع البهارات هحطها كلها حوالي كده من ربع فنجان خل عشان بس يمشي الخلاط معايا. ضربت التتبيله، شوفوا معايا سايله ازاي وجميله بسيطه جدا. والبولتي السمك البولتي منضفاه ومخليه زي الفل. طبعا بقى انتوا عارفين طريقه التنظيف، وشايله القشر بتاعه كله. هقطع كده هدي السمك بتاعي خرط كده من فوق عشان يبقى سهل معايا في التسويه ويسرع التسوية بتاعته، وفي نفس الوقت التتبيلة بتاعته تفضل معايا جوه وتطعم لي اللحم من جوه. هاخد بقى كله كده التتبيلة كلها واتبل السمك كله زي ما انتوا شايفين. اما بقى الجزء التتبيلة الباقي اللي هيفضل معايا عملت بيه رز السمك، خلى طعم الرز جميل ولون الرز جميل جدا. مش قادرة اقول لكم طريقة جميلة جدا. بس باخد بقى الزيادة اللي نازلة دي من السمك التتبيلة بتاعتي، والباقي هشيله نضيف، لا اما ممكن مرة تانية تحطيه في التلاجة ومرة تانية تستخدميه. اهو الباقي اهو معايا هشيله للرز، هستخدمه للرز. فيديو الرز جميل جدا، هسيبهولكوا في صندوق الوصف، ادخلي شوفي الفيديو ده هيفيدك جامد بطريقه جميله جدا هتعجبك. جبت بقى هنا بعد ما تبلت السمك كده وهسيبه شويه. طبعا في الوقت ده انا كنت بخرط الخضره بتاعتي واللي هي السلطه يعني، وبعمل الرز عقبال ما ياخد تتبيله كده من التتبيله اللي انا عاملاها. هجيب بقى الدقيق بتاعي وابهره كده بشويه ملح وكمون، وطبعا بقى هقلبهم كده كويس جدا. وهجيب السمك بتاعي هنزل منه كل الزياده بتاعت التتبيله اللي انا عاملاها، واروح بقى ماسكاه كده ومبدراه بالدقيق. عاوزه تحطي شويه نشا حطي، بس انا ما حبيتش احط شويه نشا لان انا ما بحبهوش ناشف. وبعد كده بقى هجيب الزيت واروح بقى طبعا انتوا عارفين الطريقه دي سهله مش محتاجه اي كلام يعني. بس وبقلبه بقى كده اهو على الوشين، وتاكلي بقى احلى سمك بولتي جميل بتتبيله جميله وسريعه. انا بحب التتبيله دي جدا اللي هي مضروبه في الخلاط عشان هي التوم بتاعها ما بيبقاش باين، وبيبقى الصوص زي السائل كده جميل جدا. عايزه تقطعي خضره في قلب التتبيله ماشي، بس اهم حاجه تقشري. لو انت هتضربي الليمون في الخلاط لازم تشيلي القشر عشان ما يمررش، لان انا لما بحط القشر في قلب التتبيله دي بلاقيه بيمرر، فلازم تشيلي القشر عشان ما يمررش بس. واسألكم بقى الدعاء، وشكرا ليكم وبألف هنا وشفا عليكم. وما تنسونيش في لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان تتابعوني في كل جديد انا بعمله. شوية الرز ده مش قادرة اقول لكم على الطعم، ما كانش فيه ولا رزاية في قلب الحلة من جمال الرز. خش على الفيديو، طريقة جميلة جدا وجديدة عجبتني جامد، وفي كده كذا تكة كده للرز عشان يبقى بدرجة اللون ده، هتعجبكم جامد قوي. والطعم غير بقى الطعم مش قادرة اقول لكم زي بتاع بره بالظبط، واحلى كمان ومفلفل وجميل مع شوية سلطة وطحينة. بألف هنا.